تعالى اوريكم مشترياتي لفوانيس رمضان. وفي الحقيقة هم كتير شوية عشان دي هتكون ورشة فوانيس رمضان، وعايزاكم تشوفوا الفيديو وتخمنوا الطريقة، واللي هيخمن صح هحط اسمه في الفيديو الجاي. اول حاجة جبتها وهي عصيان الايس كريم، ودي بتجيبوها من اي مكتبة كبيرة، وممكن تجيبوا بدلها علبة خافض حرارة من الصيدلية. وفي فكرة تانية هي مش تعجب كل الناس قوي، بس هقولها لكم برضو، وهي ان انتوا تجمعوا عصيان الايس كريم بتاعتكم، تغسلوها كويس قوي وعقموها. انا بقى ما جبتش كيس ولا اتنين، لا انا جبت 10 اكياس، وحبيت برضو اوريكم العلبة دي، هي دي العلبة اللي بنجيبها من الصيدلية. تاني حاجة جبتها وهي عصيان الكفتة او شيش طاووق، ودي هتلاقوها عند ماما في المطبخ. تقريبا عمري ما شفت حد بيستخدمها في الكفتة، هي معمولة عشاننا يا جماعة، للأعمال اليدوية بس. ودي بقى اكتر حاجة كنت متحمسة لها، وهي الشموع الالكترونية. ترى شكلها بجد تحفة قوي، وملونين كده وبجد مبهجين. وبسبب المثالية اللي عندي اتضايقت اول ما شفتهم متلخبطين كده، فقلت لا لازم ارتب الالوان. لا ما تزهقوش مني بسرعة كده، رتبوا معايا الالوان، انا متأكدة ان انتوا كمان متضايقين زيي. هتلاقوا ان صوتي متغير عن اول الفيديو عشان جالي برد، انا بصور الفيديو في 200 يوم، هتلاقوا الاول كنت سليمة ودلوقتي مش سليمة، ده برغم التعب وبرغم احباطي الشديد من قلة المشاهدات، بس مكملة عشانكم. ودلوقتي جت اللحظة المنتظرة، جاهزين؟ بصوا الجمال يا جماعة، بصوا شكلهم تحفة قوي ازاي. حاسة اني مش عايز استعملهم، عايز اسيبهم كده في العلبة واقعد اتفرج عليهم. في واحدة هنا لاحظت ان هي قليلة، فكروني ابقى اروح ارجعها. لا بهزر، مش مستاهل. ازاي يعني هجيب 24 واحدة بس؟ لازم اكملهم طبعا ال 25، وادي ال 25 يا جماعة. ونيجي بقى لأهم حاجة وهي اللزق. انا جبت غيره خشب، هو بيكون شكله كده دوت، نص كيلو. بس طبعا احنا مش هنحتاج الكميه دي كلها، بس انا بحتاجه في حاجات كتيره قوي، فعشان كده جبت نص كيلو. تاني حاجه وهي الشمع، حسيت ان انا ممكن احتاجه لو محتاجه ان انا الزق حاجه اقوى شويه. والدبل فيس ده صراحه ملوش اي لازم، بس انا جبته عشان هو كان عليه عرض بس. كان ممكن نلون الفانوس وخلاص ونكتفي بهذا القدر، بس انا قلت لازم اجيب خيوط مطرقعه كده عشان يليق على اجواء رمضان. لو كملتوا الفيديو للاخر فانا بحبكم جدا، ودي كل الحاجات اللي جبتها. ما تنسوش تكتبوا لي فكره الفانوس في التعليقات عشان احط اسمكم في الفيديو الجاي. وكان معاكم ندى، عشان تقريبا لغايه دلوقتي ولا مره قلت اسمي في الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، سلام.